وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ما لكم، ما حجتكم؟ ما عندنا حجة، إنما منعنا لأن السياسة دخلت بيننا وبين الوصول إلى إخواننا. فما هو البديل؟ البديل هو الدعاء. ما دام الرسول قال الدعوة مستجابة لأخيك الغائب عنك وهو الآن في حالة ماسة، وهم يرددون دائما مدونا أيها المؤمنون، مدونا بدعواتكم، مدونا بدعواتكم، يجب علينا أن نمدهم بدعواتنا ليستفيدوا هم من الدعوة ونستفيد نحن من الدعوة، وتكون لنا حجة يوم القيامة. اللهم يا ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم يا ربنا لعلنا في ساعة إجابة، نسألك يا الله أفرغ عليهم صبرا من عندك وثبت أقدامهم وقلوبهم وانصرهم على القوم الفاسقين. اللهم يا ربنا ويا رب السماء أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، وأنت لا تخلف الميعاد، فندعوك يا الله أن تفرغ عليهم صبرا وتثبت أقدامهم وتنصرهم على القوم الكافرين الظالمين الفاسقين من اليهود الكفرة الذين لعنوا على لسان داود وعيسى بن مريم. اللهم تقبل منا بفضلك، اللهم تقبل منا بفضلك، انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم داوي جرحاهم واغفر لأمواتهم، اللهم اجعل قلوبهم مليئة باليقين والإيمان بك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم رجالا كما ذكرت رجالا من قبلهم، فقلت من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم هناك رجال، والآن شباب غزة رجال، نريد رجال كما صنعهم رسول الله. فقال عمر بن الخطاب فينا رجال رجل واحد ب1000 رجل، نريد رجالا من هؤلاء كالمقداد ابن عمرو يوزن ب1000 رجل في القتال، القعقاع ابن عمرو يوزن ب1000 رجل في القتال، الزبير بن العوام ابن صفية عمة رسول الله يوزن ب1000 رجل من المقاتلين. وهكذا صحابة رسول الله رباهم رسول الله، ولذلك زكاهم الله وقال من المؤمنين رجال. قرآن يصفهم بالرجولة.